اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل الكشري المصري اللي احنا كلنا بنحبه وعيالنا بيطلبوه مننا على طول. انا عن نفسي ابني بيطلبوا مني عايزه كل يوم. المهم انا جبت البصله بتاعتنا الجميله كده، انا جبت بصلتين كبار كده وضفت عليهم معلقه النشا، قلبتهم كويس في بعض، نزلت بهم في الزيت كده الحمد لله، نزلت واتقلهم وبقوا زي الفل كده مقرمشين، وطلعتهم على مناديل كده على صينيه واسعه. ده زيت البصل بعمل بيه الرز. انا بنزل الاول بالمكرونه، اقلبها كويس كده لغايه ما تاخد لون يعني ايه داخله على الدهبي كده، بنزل على عليها بكوبايه ايه شعريه، اقلب المكرونه والشعريه مع بعض كده. وصلوا للدرجه اللي انا عايزاها ديت، كوبايتين 2 رز، عليهم كوبايه عدس اصفر، انا بحب اضيف عليها عدس اصفر، والكوبايه العدس اللي هو ابو جب. وهنا انا بقول لكم ان الصلصه معانا اهيت، واللون المكرونه بقى جميل ازاي. غسلت الرز ونزلت عليه رز بالعدسين الاتنين، قلبتهم مع المكرونه كويس، لان احنا بنعمل كشري ايه الحله الواحده، عشان مش بنغلب نفسنا بقى ونسلق مكرونه في حله وده في حله، لا كله مع بعضه كده في حله واحده. قلبناه، نزلنا عليه بالعيار، هنضيف عليه كمان ايه المكرونه السباكيت، اللي هي المكرونه الاسباجيتي. انا هضيف عليه بقى زي ما انتم شايفين كده على وش الرز كده، وايه ونضيف عليه الملح وخلاص، ونغطي الحله بقى وايه مع نفسه بقى، ملناش دعوه بيها. نوضب احنا بقى نجهز بقيه الحاجات. معلقتين 2 زيت من زيت البصل، كمان عليهم معلقه شطه. بقينا معانا كده الشطه حاجه كده ما شاء الله. جبنا فصين توم، لوناهم كده، خدنا اللون اللي عايزينه، نزلنا عليهم بطشه خل، نزلنا عليهم بنص ليمونه، نزلنا عليهم بايه بكوبايتين 2 ميه. معاكي كده شويه دقه ما شاء الله، عليهم شويه الملح اللي ايه نص معلقه الملح، حدقهم يعني بقى زي ما يكون. حاجه كده ما شاء الله. تعالي شوفي الكشري بقى، قلبي كده حاجه كده ما شاء الله، مفيش حبايه ماسكه في نفسها، مفيش حبايه ماسكه من على التانية، مفيش حد بيتخانق مع بعضه، كل حبايه لوحدها، وحاجه كده ما شاء الله تفتح النفس، شكله ما شاء الله. كده انا خرفت الاطباق بتاعتي، وده الحمص ودي الشطه وده الصلصه وده الدقه، حاجه كده ما شاء الله. هنزيد الاطباق بتاعتنا بقى، هنزينها جميله.